السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في القناه. لاول مره كيزور القناه مرحبا به والف مرحبا. غادي ندير لكم فيديو خفيف ظريف، غادي ندير لكم فيديو بالزربه. بغيت غير نشارك معكم واحد جيل، واحد البرودوي ديال الصراصير ديال سراق الزيت، زوين بزاف عجبني. هذا البنات ماشي اشهار، ماشي اعلان للشركه او شي حاجه، فقط كيف ما عرفتوني دائما المصداقيه في القناه ديالي. اي حاجه عجبتني او ما عجبتنيش كنبغي نشاركها معكم. راني كنت ديجا حطيت لايف على هاد البرودوي هذا، درت لايف باش نهضر لكم عليه، وإلا كان شي واحد عنده شي تساؤلات او لا يطرحها في الكومونتير. غير هو وقيلا درت لايف شي وقيته اللي ما تجمعتوش فيه، وبغيت ندير لكم هاد الفيديو هذا بسرعه، بحكم شحال من واحد او شحال من وحده قالت لينا جربي معنا او شاركي معنا شنو كديري لسراق الزيت. انا بعدا هاد العام هاد الصيف هجم عليا بزاف، خصوصا داك الكبير بحال هذا اللي في التصويره، والله العظيم هجم عليا بزاف. وانا ما كنحملش سراق الزيت، يكون عندي النمل الدبان، ولكن سراق الزيت ما كنحملوش يكون عندي في الدار. المهم بلا ما نطول عليكم الفيديو، بغيت نشارك معكم هذا دابا سيمانه باش درتو سيمانه. راه غادي نقول لكم قبل ما نتطرق لهاد البرودوي، غادي نقول لكم ديك الوصفه اللي كنت ديجا حطيت لكم في لاشين، راه فعاله زوينه بزاف، اللي هي طبيعيه كما قلت لكم. اللي عنده الدراري الصغار والوليدات الصغار كيخافوا من هاد لي برودوي هادو، راني حطيت لكم وصفه اللي هي طبيعيه حتى هي فعاله زوينه. غير هو ديك الوصفه اللي عطيتكم على شكل بخاخ، يعني بحال شكل فلايتوكس، يعني فاش كنلقاو هكا الدبان كنرشو كيموت في البلاصه. هذا لا، هذا كيبقى مده طويله، يعني انا بغيت شي حاجه اللي كتدوم مده طويله. فاش كنكون مثلا غابره هكا على الدار سيمانه 4 ايام كنجي كنلقى سراق الزيت، انا بغيت شي حاجه اللي تكون فعاله، فنصحوني بهذا. وصراحه الله عجبني لحد الان، يعني دابا راه سيمانه باش درتو ما كيدورش عندي سراق الزيت في الدار نهائيا. الا كانت شي حاجه مورا سيمانه. المهم هنايا راه كاتبين، هانتوما غادي نوريكم كاتبين المده ديال 12 شهر. ها هي دي، الا كتشوفوا يقضي نهائيا على الصراصير، يحمل اكثر من 12 شهر. يعني تقريبا عام، غيدوم لكم عام هاد البرودوي هذا. انا دابا كما قلت لكم درتو سيمانه، زوين بزاف. غادي تلقاوه فين غادي تشريوه، راه كاين حتى في الهريان الكبار، يعني شي هري كبير غادي تلقاوه وغتلقاوه بثمن اللي هو مناسب. انا خديته من مرجان، خديته بثمن شويه زايد، هذا بحال هذا خديته ب80 درهم. جالي ثمن اللي شويه زايد مقارنه مع الوزن ديالو او لا الحجم ديالو، فيه غير 20 غرام، يعني غير صغير. وها نتوما البنات شوف، هذا هو غير صغير، شفتوه؟ صافي البنات، طريقه الاستعمال ديالو كيف ما كتشوفوا هنا، ديروه في لي طواليت، في الكوزينه، في مهم في الصالون. انا راني درتو في البلاكارات. هانتوما راه كتجي معاه، ماشي هذه اللي كتجي معاه في الاول، هذيك كاينه غير غطايه هكا عاديه، وكتجي معاه هذه، يعني هذه بحال شكل الشوكه. نحاول نحلها لكم هانتوما باش كيسهل عليكم انكم ديروه بلا حتى شي ضرر اولا تقيسوا يديكم. هانتوما شفتوا صافي، يعني بسهوله كتستعملوه، زوين بزاف صراحه. ديروه في القنات ديال البلاكار، خصوصا انا عندي الكوزينه فيها البلاكارات ديال الخشب بزاف، يعني كوزينه كامله خشب، فكيعشش ليا انا هنايا في الخشب وكيعشش ليا في الكوزينه. فهذا درتو في القناه، درتو في الطواليت، درتو تحت السدادر ديال، غير ديروا غير نقيطه البنات، نقيطه فقط، ما تكثروش منه، غير نقيطه، وحاولوا ديروها في شي بلاصه اللي هي مخبيه راه ما كتبانش. صافي هذا هو البنات. كما قلت لكم الثمن ديالو كاين هذا ديال 80 درهم وكاين حتى ديال 100 درهم. المهم انا هذا خديته ب 79 درهم من مرجان. كما قلت لكم غادي تلقاو حتى في الهريان الكبار. زوين بزاف. المهم هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا من لايك ديالكم، التعاليق، واللي جرباتو ترد عليا في التعاليق تقول لي واش زوين ولا لا، ويستافدوا حتى البنات اللي ما جربوش.
حتى لهنايا غادي نقول لكم خليتكم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو الجاي، وشكرا لكم على حسن المتابعة. بسلام عليكم.